السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في البداية وزي ما احنا متعودين دايما بنحب نسمي ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة كده جايه لكم بوصفة غدا سهلة وسريعة كلنا بنحبها وكلنا بنعرف نعملها. حبيت اشارككم كده معايا. هعمل فراخ. دي طبعا انا هنا حطاها في المية والملح والخل والليمون. بقالها حوالي ساعة كده. وهنا عندي دي صينية رز انا غسلاه. تمام. وهعمل بسلة اهي كده. تمام. بس لسه هقطع عليها الجزر. انا بصراحة يعني الجزر بحب احطه على البسلة فريش كده. يعني انا البسلة دي عندي كده انا مخزناها وشايفين خضرة ازاي زي ما هي اهي، ولا دبلانة ولا لونها مغير ولا حاجة، بس بحب الجزر كده يبقى عندي واقطعه عليها. الرز هنا زي ما قلت لكم كده مغسول. هضيف عليه الحليب بتاعه. ثانية واحدة بس. هعمله في الفرن اللي بالكهرباء. فاول حاجة هعملها هو الرز لان الفرن بالكهرباء عندي بيطول شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. بضيف كده الحليب واحدة واحدة. بسم الله. اهو بشوف كده كمية الحليب مناسبة ولا ايه. بقلبه كده بمعلقة كده. كمية اللبن كويسة بس هضيف شوية من المية، حوالي كوباية كده. اهي بالشكل ده. وهضيف الملح. طبعا الرز كلنا عارفين بيتعمل ازاي، مش حاجة صعبة خالص. اهو كده وهقلب. عايزة اقول لكم ان السقعة دي بصراحة يعني عايزة اكل. اي حاجة تانية ما تنفعش. يعني حتى العدس اللي هو ملك الشتاء والواحد دايما عارف ان العدس ده بتاع الشتاء. لا بحس ان هو مش مع الاطفال بالذات. يعني تحسي ان هم بياكلوه كده مضطرين مغصوبين. يكاد يكونوا ما بياكلوهوش اساسا. يعني انا كنت عامله عدس امبارح وما رضيوش ياكلوه. فضلت طول اليوم بقى ايه محتاسه يعني. عارفين لما تعملي اكل وخلاص وتقولي انا عملت اكل وخلصت منه وخلاص ويجوا هما ما ياكلوش. حاجه بتبقى رخمه قوي يعني بصراحه. كده انا ضبط الملح بتاعه كويس. هحطه بقى في الفرن. انا هنا كده كنت مسخنه الفرن عندي مجهزاه بالشكل ده. عايزه اقولك ان الباب عندي بتاع الفرن بايظ. فانا ايه بسنده كده بمعلقه. فانا دلوقتي هحاول بس افتحه واحط صينيه الفرن وارجع لكم تاني. شايفين البطاطا؟ يعني الفرن ده انا كنت ملمعاه والله وكان نظيف. عملت فيه بطاطا. انتوا عارفين طبعا البطاطا بتنزل العسل بتاعها كده او اللي بينزل منها فبيعمل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هحط كده صينيه الرز وارجع لكم تاني. هنا كده اهو انا كنت ولعت الفرن وحطيت جواه الرز. معايا هنا بقى للبسله وللشوربه بصلتين وفصين من الثوم علشان خاطر البسله. وهنا انا قطعت الجزر على البسله. وده هنا كده شفشق طماطم. تمام. هنا بقى كده انا كنت حطيت حله على النار فيها حته سمنه صغيره علشان خاطر اشوح الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم.
عايزه اقول لكم ان تشويحه الفراخ دي بتخلي الشوربه حلوه قوي. لو انت عايزه تعملي شوربه خضار، لو انت عايزه الشوربه في محشي، يعني انا برجح ان انت تشوحي الفراخ كويس. ده بيخلي الشوربه تقيله كده وزرده وحلوه. تمام، دلوقتي هبشر البصلايه وهرجع احطها هنا على الفراخ مع حبه من الطماطم اللي انا ضرباهم في الخلاط. خليكم معايا. هنا كده انا كنت بشرت اهو البصلايه، بنزل بيها على الفراخ اللي عندي بالشكل ده. مش هسيب حاجه طبعا من البصل. وهنزل بقى برضو بشويه طماطم من اللي انا ضرباهم في الخلاط بالشكل ده كده. طماطم طبعا بتحمر الشوربه وبتخليها حلوه بالشكل ده كده. هجيب بقى دلوقتي الملح والفلفل وورق اللورة. احط الملح دلوقتي كده. بصوا عشان انا بصور وشغالة في نفس الوقت، فيعني ايه متدربكة بصراحة كده. انا حطيت الملح وهجيب الفلفل، ومعايا هنا على النار برضو حلة فاضية علشان خاطر اعمل فيها البسلة. هنزل دلوقتي بورق اللورة وهجيب الفلفل الاسود هحط شوية من الفلفل الاسود برضو بالشكل ده كده اهو. وهقلب بقى كل ده كده مع بعضه في الفراخ. جربي الخطوات دي كده للفراخ هتعجبك قوي. طبعا انا عارفه ان حبايبي كلهم بيعرفوا يعملوا كل حاجه وكلنا شاطرين، بس برضو هرجع واقول لكم انه احنا بنتعلم من بعض. ده مش عيب ولا حرام. في بنانيت لسه صغيرين بيدرسوا ما عندهمش فكره خالص عن المطبخ ولا عن الاكل. في عرايس برضو ما اخدتش وقتها في بيت باباها ومامتها، فبرضو ما عندهاش خلفيه عن الاكل. فاحنا بنعلمهم علشان خاطر يقدروا يفتحوا بيت ويعملوا اكل ويعيشوا حياة طبيعية جدا. لان دلوقتي بصراحة مش وقت خالص ولا زمن الدليفري والحاجات دي كانت زمان. دلوقتي الحاجة بقت غالية. هغطي انا بقى دلوقتي الشوربة بتاعتي، وهنا على الحلة التانية ديت هحط شوية من الزيت بالشكل ده كده، وهنزل بالبصلايه اهي. دي هنا كده البصلايه المبشوره، وعندي هنا دول كده فصين من الثوم حطيت عليهم حبه فلفل اسود، وهحط عليهم حته هريسه شطه بس مش كتير علشان خاطر ما تبقاش حراقه قوي. طبعا الخطوه دي اختياري. بتحبي الحاجه مشطشطه شويه تمام، ما بتحبيهاش مشطشطه يبقى خلاص مش مشكله. عندي هنا كده ده برطمان انا شايلاه في الفريزر، مامتي ربنا يديها الصحه هي اللي عاملاهولي. مش هحط كتير لان هي حاميه قوي بصراحه، بس كده تمام. هاخد البصل كده عندي هحطه على الزيت بالشكل ده كده اهو، يبقى اقلبه. عايزه اقول لكم بقى اعملوا الطريقه دي كده، جربوها في البسله هتعجبكم قوي. هعملها كلها كده مع بعض. هدي للبصلايه بس كده تشويحه، مش عايزاها تصفر قوي. برضو في حته من البصل بحطها بضيفها اهو. البصلايه هتغير لونها وهقول لكم هعمل ايه. هنا كده انا كنت غطيت الشوربه اهي، او يعني الفراخ وهي بتتشوح هتتشوح بقى كويس، وهضيف لها الميه بتاعتها. البصلايه هنا هتغير لونها بس، وهرجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم وقت الفيديو. هنا كده انا كنت صفرت البصله اهو. هضيف بقى البسله بالجزر كده تمام.
برضو ياخدوا تشويحتين كده مع البصلايه. الطريقه دي حلوه قوي اهي. وهضيف برضو شويه الملح وشويه الفلفل، وهضيف كمان معلقه صغيره من السكر. مش قادره اقول لك بقى، معلقه السكر دي بتخلي البسله طعمها حلو جدا. دلوقتي هجيب الملح كده والفلفل بالشكل ده كده تمام، وهجيب معلقه السكر الصغيره دي معلقه كبيره طبعا، فانا واخده ايه على طرفها كده بمقدار معلقه صغيره، وهنقلبهم كويس ونسيبهم كده برضو على النار حوالي 5 دقايق، وبعد كده ننزل بالطماطم. الطريقه دي حلوه قوي، مش لسه بقى هنحط الطماطم ونستناها تتسبك وكده، لا، البسله لما بتاخد سوا مع الطماطم بيبقى طعمها حلو جدا تمام. طبعا فصين الثوم بقى انا هحطهم في الاخر، ممكن اضيف حته تومه برضو دلوقتي. فريده بقى بتدقلي الثوم، شيلي كده، شيلي الهون يا فريده. بضيف حته برضو دلوقتي تخلي الطعم والريحه حلوين قوي برضو كده. هعلي شويه النار عشان انا كنت موطياها، هغطيها برضو كده لمده 5 دقايق تتشوح كده تشويحه كويسه. وفي الوقت ده بقى الفراخ عندي كانت اتشوحت اهي كويس قوي، هضيف لها الميه زي ما قلت لك. عندك ميه من الكاتل ماشي، ميه من الحنفيه مفيش مشكله، فانا بصراحه الكاتل بتاعي بايظ هحط ميه عاديه من الحنفيه كده اهو. انا حطيت كميه الميه المناسبه تمام. هغطي بقى الحله تاني كده. عايزه بقى اوريكم الفرن عندي، يعني شوفوا انا حاطه الرز بقالي قد ايه، لسه ما اخدش لون تمام، بيغيب قوي. فاول حاجه بعملها بحط الرز في الفرن على ما الاكل التاني يستوي يكون الرز استوى في نفس الوقت كده. بقى هسيب الفراخ تستوي وهسيب البسله 5 دقايق زي ما قلت لكم، وهحط عليها الطماطم بتاعتها اهي، هصفيها كده بمصفى وهرجع لكم تاني. هنا اهو انا كنت ضفت الطماطم للبسله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اهي. هسيبها بقى لما تتسبك خالص، وبعد كده هنزل بحته التومه اللي فاضله عندي النيه قبل ما البسله يعني تستوي سوا كامل. عايزه اقولك الطريقه دي حلوه جدا، جربيها هتعجبك قوي وسهله وما بتاخدش وقت. بدل ما التسبيكه تقعد تاخد وقت عبال ما تتسبك وترجعي تحطي البسله تاخد وقت تاني على ما تستوي، لا، حطي الاتنين مع بعض يستووا مع بعض هتلاقي طعمهم حلو قوي. دلوقتي بقى انا طبعا ايه الحوض زي ما انتم شايفين كده في الخلاط والبولات اللي انا كنت بستخدمها، هغسل الحاجات دي كلها وارتب المطبخ وهوريكم الشكل النهائي من الاكل. يا ريت لو وصلتوا معايا للفيديو لحد دلوقتي ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم مني كل جديد. هخلص كده كل حاجه وارجع لكم في النهايه بشكل الاكل النهائي. هنا بقى كده انا هعمل شويه لسان عصفور بالشكل ده كده. هفتح بس علبه السمنه دي، سمنه كده بقري، ناخد كده حته مش كتير. طبعا احنا برضو عارفين ازاي لسان العصفور بيتعمل. اهم حاجه بقى في لسان العصفور السمنه، حته السمنه الفلاحي دي يعني بتخلي طعمه تحفه. بس انا شايفه انه دي كتيره قوي كده، هنقصها اهو. انا نقصتها شويه لان طبعا عندي الشوربه سمينه، ومع السمنه كمان هيبقى كتير قوي. انزل كده بقى بلسان العصفور اهو، هحمره بقى تحميره كويسه. هعلي النار عشان انا كنت موطياها كده. عندي بقى هنا كده البسله خلاص
يعني تكاد تكون استوت. هاخد بقى حته التومه النيه دي واضيفها كده. بصي بقى الريحه تحفه تحفه، والطعم كمان بجد روعه. يعني بصي الوقت اللي استوت فيه البسله ده، لو احنا عملناها بالطريقه العاديه كان هو الوقت اللي لسه التسبيكه هتكون استوت فيه، وكنا هنحط لسه البسله تاخد وقت كمان في السوا. لا كده كله مع بعضه تمام. هنا بقى دي الشوربه اللي عندي اهي كده. انا كده هقفل عليها، استوت برضو اهو، وهغطي على البسله 5 دقايق بالظبط برضو، هقفل عليها. ولسان العصفور هيتحمر طبعا، احنا عارفين دي ما فيهاش اختراعات يعني. وهنزل عليه بالشوربه لحد ما يستوي، هقفل عليه. هنا بقى كده انا كنت طلعت الرز اهو من الفرن، هو لسه طبعا ما استواش. هعمل له فتحات كده، معلقه سخنه بالشكل ده كده علشان خاطر احط له السمنه. وانا حاسه ان هو لسه ني طبعا، وانتي بتنزلي المعلقه كده بتسمعي صوت، ده صوت ان الرزايه لسه ما استوتش. فهرش له رشه ميه واحط له السمنه بتاعته. مش هحط سمنه بلدي بصراحه عشان ما عادش عندي غير حته صغيره. هحط سمنه روابي عاديه. شايفين يا جماعه السمنه فاضيه قد ايه؟ انا لسه ما اخدتش منها اي حاجه، ده اول استخدام ليها، لسه فاتحاها. شايفين ده كيلو بقى ب55 جنيه، كنا بنجيبه بحاجه و20 جنيه. ف يعني مش هقول حاجه والله غير حسبي الله ونعم الوكيل في الطمع والجشع. هحط الرز بتاعي كده، هحط له السمنه بتاعته وارجع ادخله الفرن تاني. انا حطيت السمنه اهو بالشكل ده كده تمام. طبعا مش هسيبه كده عريان، هغطيه بالغطا واقفل عليه الفرن ربع ساعه بالظبط وهيكون مستوي. وهوريكم الشكل النهائي برضو للاكل. هنا بقى كده كان الشكل النهائي للاكل عندي اهو. ده هنا كده لسان العصفور، هفتح بس الاضاءه اهو كده. وهنا دي الفراخ بالشكل ده، وعندي هنا البسله. جربيها والله بالشكل ده هتعجبك قوي، مش وحشه خالص اهو كده. وده كده كان برضو الرز بالشكل ده كده. يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.